الدمية الصينية تصيب الرجال بالضعف الجنسي. كشفت تقارير صحفية عن ازدياد النطاق التجاري للدمى الجنسية سرا في الدول العربية العديدة في ظل صعوبات الزواج المصحوبة بحالة من الهوس الجنسي لدى البعض. وهذه الدمى أدوات مطاطية جنسية على هيئة امرأة أو أعضاء تناسلية بهدف الجماع بديل للزوجة. وفي الوقت الذي أكد فيه عالم الأزهر حرم ممارسة الجنس مع الدمى، حذر خبير أمراض الدكتور من تأثيراتها، فهي تشبه ممارسة العادة السرية ولا تعطى إشباع كامل للرغبة الجنسية كالعلاقة الحميمية بين الزوج والزوجة. وحذر الدكتور نبيل أمين الاستشاري أول المسالك البولية والطب الجراحة الجهاز التناسلي للذكور عضو الجامعة العالمية للأبحاث الضعف الجنسي من الأضرار الدمية الجنسية التي طرحها إحدى الشركات الصينية وتم تسويقها في العديد من الدول العربية حيث تصيب الرجال بالضعف الجنسي. وأكد أمين أن إدمان ممارسة الجنس مع تلك الدمى يؤدي إلى العديد من الأضرار كالاحتقان بالبروستات والضعف السوائل المنوية والهزل، بجانب إلحاق الضرر بالخصيتين فهي أقرب إلى ممارسة العادة السرية. وأضاف أمين أن الأضرار تلك الدمية الجنسية لن يقتصر على الصحة الجنسية للرجال فقط، ولكنها ستؤدي إلى كارثة اجتماعية تؤدي إلى العزوف الشباب عن الزواج واختيار الطريق الأسهل بعيدا عن تكاليف الزواج العالية، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة بين الإناث. ونصح الآباء بتسيير الزواج وعدم المغالاة في التكاليف التي تدفع بالشباب إلى اللجوء إلى تلك الوسائل لتفريغ طاقته الجنسية. كما نصح الشباب بالمداومة على ممارسة الرياضة كالمشي والذهاب إلى الصالات الجيم ولعب كرة القدم والتنس لتفريغ تلك الطاقة المختزنة.